مؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى وضعنا جميعا في مرحلة صعبة، نواجه الإرهاب، نواجه تحديات، لكن في نفس الوقت بنبني وبنعمر وبنتوسع في بلدنا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. جئت إليكم قبل العام الدراسي أكلمكم بكل صراحة وبكل صدق وأقول إن هذا العام الدراسي سيكون أيضا علامة للإصرار إن إحنا هذا العام الدراسي فعلا هندرس، فعلا هنفهم يعني إيه جامعة، فعلا هنفهم يعني إيه أستاذ جامعة، فعلا هنفهم يعني إيه رئيس جامعة. السنة اللي فاتت يا ولاد أكلمكم كأب اللي جرى في بعض الجامعات، أظن إن أي حد لو قعد يفكر يرفض ما حدث، يرفض ما حدث، لأن الجامعة بوتقة للفكر، الفكر الحر، بوتقة للتنوير، وبوتقة للعلم والبحث، مش بوتقة أبدا لما حدث في بعض الجامعات السنة من تدمير وتجاوز. هيقلي احنا بنتعلم، واللي بيدفع ثمن تعليمنا شعب مصر العظيم، بيعلمنا من دمه ومن عرقه عشان يلاقي أبناء يبنوا وطنه، مش عشان يلاقي حد يكسر ويحرق. فيقلي الكلام ده السنة دي لن يكون مقبولا منكم أولا، منكم أولا. انتوا جايين تحموا جماعاتكم، جايين فعلا تتعلموا، لان احنا ما عندناش رفاهيه ان احنا نضيع وقتنا، ما عندناش رفاهيه ان احنا ما نتعلمش، لان الامم كلها بتتقدم باخلاقها، بتتقدم بعلمائها، بتتقدم باساتذتها. هي دي الرساله اللي بقولها لكم، ان السنه دي ان شاء الله لن يقبل ابدا، وانتوا قبلنا، وانا اعلم واولياء اموركم قبلنا برضه انهم حريصين عليكم وحريصين على العمليه التعليميه انها تمر كما يجب، تمر بالبحث والعلم، وتمر العمليه ويكون هناك هدف واحد ان احنا نبني مصر. اهم حاجه في بناء مصر هو بناء ابنائها. ان شاء الله تكون السنه دي سنه مليئة بالعزيمة، مليئة بالإصرار، مليئة بالأمل، لأن مصر تستحق الكثير جدا، تستحق من أبنائها. كل واحد فينا لازم يحمد ربنا لما بيبص في المنطقة اللي حواليه، لما بيبص في المنطقة اللي حواليه ويبص في الإرهاب اللي في كل مكان، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ثبتنا في بلدنا وحماها، حماها بأبنائها، حماها بثورتين عظيمتين، ثورتين فعلا حطوا مبادئ جميلة احنا كلنا بنخدم عليها وبنرسخها: عدالة، تعيين، حرية، ومساواة، وعدل. هو ده اللي احنا الحقيقة بنبني سوا بلد ديمقراطي، بلد مدني، بلد متحضر، بلد متقدم. إن شاء الله تكون دورة أولمبية ناجحة، نزرع التنافس ونبارك للي بيكسب ونقول له مبروك، واللي بيخسر بنقول له هارد لك، بكرة يبقى أحسن إن شاء الله. أنا الحقيقة مش عايز أطول عليكم، لكن الحقيقة أنا سعيد إن أنا أبقى بين أبنائي الشرفاء اللي هم هيبنوا مصر، واللي هم ما عندهمش خيار. خدوا بالكم، ما عندكوش خيار غير ان انتوا تبنوا بلدكم تستحق فعلا انها تكون في المقدمه. بلد ربنا حباها في كل حاجه جميله، موقع، موارد، شعب طيب متسامح،
شعب من 7000 سنة إشعاع التنوير طلع من بلده، شعب متحضر. هي دي مصر وهي دي المصريين. ولما جم يحاولوا يغيروا الشخصية المصرية احنا كلنا رفضنا، لأن المصري قلبه طيب وذكي، ولكن الذكاء من قلب الطيب قبل كده. وأول حاجة فيه إيمانه بالله سبحانه وتعالى. أنا بشكركم وأقول لكم إن شاء الله تبقى دورة سعيدة وشدوا حيلكم ونسقف كلنا للأطفال بإذن الله. عاشت مصر، ورحم الله مصر شعبا وقائدا بإذن الله. السلام عليكم. الأولمبياد الخامس للجامعات المصرية. يقدمون للسيد المهندس إبراهيم أحمد رئيس مجلس الوزراء. رئيس الشباب بيقفز من على السور. بصورك يا ريس وانت بتقفز. عند رئيس الشباب؟ والهام للاحتفال بالأولمبياد ووسيلة مرئية لنقل روح الأولمبياد في وسط الجمع الهائل من اللاعبين على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ودياناتهم. والآن مع طابور الشعلة. خلاص كده. المفروض نعرف بتقدم السنة اللي فاتت. يحمل الشعلة البطل العالمي شهاب يونس.